بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين بقى نعمل حاجة حلوة سهلة وبسيطة وما تاخدش معانا وقت ولا تكلفة. عندنا بقى بواقي رقاق هنا. هنعمل بقى احلى ام علي على اصولها، ودي الطريقة يا حبايبي الاصلية. في ناس كتير بتعملها بالملفيه، بس هي دي الطريقة الاصلية. هنعمل مع بعض بقى، بصوا، خطوات بسيطة، حاجة حلوة كده سريعة تعملوها لاولادكم بجد تحفة. بصوا بقى شكلها، بصوا بقى العظمة. لايك حلو بقى للجمال ده كله. يلا بينا بقى يا حلوين ندخل الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض الجمال ده كله. يلا بينا بقى، احلى لحظة بقى لما ندوق بقى العظمة دي كلها. بصوا بقى اللبن مع المكسرات بقى، الله بقى، بصوا بجد تحفة. ما اقولكوش بقى على الطعم يا حبايبي، بجد تجنن. جربوا الطريقة بتاعتي هتعجبكم جدا. وهنبتدي بقى نكسر الرقاق بتاعنا كده قطع متوسطة، مش شرط تكون كبيرة اوي، بس كده. هنقطعه كويس كل الكمية، وهناخدهم بقى في صينية كده في الفرن. هننزل عليهم بمعلقتين سمنة ونديهم بقى تحميصة على الشبكة. ام علي بتطلع جميلة جدا بالرواية اكتر من الملفيه، جربوها كده بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وهننزل كده بمعلقتين سمنة، وهناخدها على الرف الوسطاني على الشبكة. مش هياخد معانا 5 دقايق وهيتحمص بسرعة. كده حبايبي خلاص حمصنا الرقاق بتاعنا، بقى احلى من الملفيه 100 مره، وطعمه هيبقى بقى تحفه جدا. بلاش تحطوا بقى ني كده الرقاق، هيديكوا طعمه مش حلو. جربوا بقى تقرمشوه كده، بصوا ما شاء الله لونه. هو يا دوبك معلقه سمنه بس على الشبكه هيطلع معاكم جميل كده. بس خلاص هننزل على اللبن كده بمكعب الزبده يسيح بقى مع اللبن. خلاص كده هيسيح في ثواني وبس كده. معنى اللبن يكون سخن جدا. لما الزبدة ساحت معايا كده مع اللبن، هننزل بقى بنص كوباية سكر، والسكر هنا حسب الرغبة يا حبايبي. انا هقلب كده كل الكلام ده مع بعضه، وعايزينه يبقى سخن جدا. اهم حاجة اللبن يكون سخن جدا عشان ينزل على الرواق يطري. بس كده تمام. واول ما يدوب معانا السكر كده خلاص الخليط بقى جاهز معانا. هننزل بقى بالرواق بتاعنا كده في الصينية. حابين بقى تعملوا في اي صينية براحتكم، انا هعمل هنا في الفرن. هنزل بالرواق بتاعي كله، هو كده كده هيهبط كله. اول ما ننزل بقى عليه باللبن هيهبط كل الكلام ده معانا. هننزل كده بالكمية كلها. حابين بقى تعملوا في طواجن براحتكم، كل فرد لوحده، انا هعمل هنا كله على بعض. بس كده تمام. هنوزعه بس كويس، بس كده. عندكم بقى شوية سوداني او شوية مكسرات، اي شوية مكسرات كده. انا عندي هنا شوية سوداني على شوية مكسرات، بس كده. هننزل بيهم هنوزعهم بس في الطاجن كويس جدا. مفيش احلى من كده بقى، تحلية سريعة وسهلة وجميلة. جربوها يا حبايبي هتعجبكم جدا بالطريقة بتاعتي. وهننزل بقى باللبن سخن جدا، اهم حاجة يكون سخن يا حبايبي. هننزل كده بقى على على الرقاق بتاعنا لغاية ما يطلع لفوق، يعني ما يبقاش هو كده قليل، هنزوده كده تاني. وهننزل بقى ببقية اللبن. اهم حاجة اللبن يبقى كفاية معانا يا حبايبي، لازم يغطي ام علي بتاعتنا، ما ينفعش يكون قليل. بس كده احنا كده استخدمنا كيلو لبن كامل. هننزل بقى على الوش كده بالقشطه. ننزل كده بقى بحته سمنه بلدي كده على الوش، هتدينا بقى لون حلو وجميل للطاجن بتاعنا. هنحاول بس نوزعها بس كده. هننزل بقى بالقشطه. القشطه طبعا هتدعم الطعم وتخليه غني اكتر. حابين تحطوا سمنه بس بلاش قشطه، براحتكم زي ما انتوا حابين. بس طبعا ام علي من غير قشطه ما تنفعش، لازم القشطه.
قشطه من على وش اللبن انا بحوشها، تقدروا بقى تشيلوها في الفريزر وتطلعوها وقت ما ايه تحبوا تستخدموها. بس كده هنوزع القشطه في كل مكان، وهندخلها على الفرن على الرف الوسطاني، مش هتاخد معانا ربع ساعه. هنحطها على الرف الوسطاني، ولو حبيت تاخد لون هنحطها على الشبكه. هندخلها الفرن ونشوفها مع بعض يا حبايبي. كده يا حبايبي بعد ام علي ما خرجت من الفرن، بصوا بقى لونها وجمالها، بصوا بقى الجمال بجد تحفه. حاجه حلوه بسيطه تعملوها بكل بساطه، مش تاخد معاكم 10 دقايق. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.